لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. والله إن بعض النساء الليل والنهار يعطيها من نعمة الله، لو راحت لأهلها ما عاشت في العز اللي عند أبو فلان، الله يغنيه ويكثر خيره، ما قصر، لكن لسانها ليس شاكرا، ودائما لوامة، ودائما تقول الله يخلف علي، فلانة شرى لها ذهب ب50 مالت علي وعلى حظي، يعني مالت عليها ومال الجدار عليه هو، سأل الله العافية. ودائما ما رأيت خيرا قط، احذري فإن من أسباب دخول النار أن تكفر المرأة عشيرها، أن تكفر زوجها. فنقول للزوجة إن صلاحك بوابة صلاح البيت، نعم، ومسؤولية السعادة ابتداء على المرأة قبل الرجل. نعم، الرجل أعطاه الله ملكة من العقل وأنقص عاطفته، أما أنت أيتها المؤمنة فأعطاك الله عاطفة زادت عن عقلك، وهذا لكمال الرحمة في البيت، فأنت ميزان السعادة والفرح. ولذلك اسمعي قول الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نسائنا في الجنة. أحبابي، من نسائنا اللاتي ستصحبنا إلى جنات النعيم؟ الله يجمعنا بزوجاتنا في جنات النعيم، وأبنائنا وكل من قال لا إله إلا. لكن والله، وهذا محزن، والله إن الحب بين بعض الأزواج سينتهي في الدنيا، وفي الآخرة يتزوج إن دخل الجنة غيرها، وهي إن دخلت الجنة وهو ما دخل ستتزوج بغيره، لأنه لا يوجد في الجنة أعزب. لماذا؟ ما اجتمعوا في الآخرة وكانوا في الدنيا في بيت وعلى صحن واحد، وكانت تقول إني أحبك وهو يقول أنت عمري. كل هذا كلام فارغ. لماذا تفرقا؟ لأن الحب ما كان في الدنيا على الطاعة، ما كان على الصلاح. ولذلك اسمعي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة أولا الودود. الودود من المودة التي إذا آذت أو أوذيت أتت زوجها حتى تضع يدها على كفه فتقول، يعني تضع يده زعلان وماد انبراط، ما هو ابو فلان منتفخ الله يكفينا الشر، زعلان، ويا كثر بعض الرجاجيل اللي حقنه ما يرضى الا عقب تعب، لكن بعضهم لين حبيب تجده قال آذاها هو المخطئ، وضعت يدها على كفه فقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. إذن أنت لك الحق أن تتظلمي بعد ذلك وتقولين تراك أنت المخطئ، لكن ليس في زمن الغضب، عندما تهدأ النفوس ويوم يجي الفنجان القهوة الله يخليك لي تراك ذاك اليوم ظالمني والله ما فعلت كذا، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إن قلت له وهو في ثورة الغضب كان البركان الذي لا يبقي ولا يذر. فلتحذر المؤمنة. أيضا من النداءات التي أرسلها أننا أيها الأحباب